جربت وانت مسافر تقعد في هوستل؟ طب ايه هي اهم مميزات الهوستل؟ وهل بقى الهوستل ده امان ومناسب لكل الناس؟ واصلا يعني ايه هوستل؟ خليك متابع في الفيديو ده علشان هجاوبك على كل الاسئله دي، وهقدم لك دليل كامل للاقامه في بيوت الشباب والهوستل، وهقول لك على افضل مواقع اللي ممكن تحجز من عليها بافضل سعر. ناس كتير جدا بيكون عندها اعتقاد خاطئ عن السفر والاقامه خلال السفر، وانها بتكون بس مقتصره على الفنادق، بس الحقيقه ان اماكن الاقامه متعدده وكتير جدا، ما بين فنادق، بيوت شباب، شقق فندقيه، وكمان اقامه مجانيه. ولاني من الناس اللي بتسافر بصوره اقتصاديه، بحاول اعتمد خلال سفري على بيوت الشباب والهوستلز. وانت ماشي في الشارع كده هتلاقي الاماكن اللي زي دي، ودي عباره عن حنفيات ميه تقدر تشرب منها عادي جدا. فهنجرب كده نملى الازازه بتاعتنا ونشوف طعمها عامل ازاي. Let's try the water in Batu. بس في البداية خلينا نفهم ايه معنى كلمة هوستل. هوستل هي كلمة بتدمج ما بين كلمتين هاوس وهوتل، وهي عبارة عن بيوت للشباب بسعر اقتصادي وبتكلفة منخفضة جدا، وفي الغالب بتكون عبارة عن عدد من الغرف الواسعة، وبيكون فيها عدد من السراير سواء الدور أو الدورين، وبيكون ملحق بيها حمام خارجي أو حمام مشترك. وفي بقى بعض الهوستلز بتقدم خدمات إضافية زي المطابخ المشتركة اللي تقدر تستخدمها في أي وقت، أو غرفة الغسيل، والنوع ده بيعتبر هو الأشهر ما بين المسافرين بميزانية محدودة، خصوصا الناس اللي هي بتسافر لفترات طويلة جدا. علشان كده هتلاقي إن فئة الشباب هي الفئة الأكثر اعتمادا على النوع ده من الإقامة. بس تجربة الإقامة في الهوستلز وبيوت الشباب تجربة فريدة ومميزة جدا، وده لأكتر من سبب، وده لأنها بتعتبر أرخص أنواع الإقامة، وأسعار الإقامة لليلة الواحدة في الهوستلز وبيوت الشباب ممكن تبدأ من $5 وساعات أقل. والنوع ده من الإقامة بيكون مناسب جدا ليك سواء أنت كنت مسافر مع مجموعة من أصدقائك أو حتى كنت مسافر لوحدك، وده لأنك بتقدر تتعرف على مسافرين من جميع أنحاء العالم وتشارك معاهم خبرات وتجارب السفر. من أهم الأسباب برضو إن الهوستلز معظمها بيكون قريب جدا من وسط البلد والمزارات اللي مشهوره في المدينه. هتلاقي معظم الهوستلز وبيوت الشباب دي بتوفر وبتنظم رحلات وجولات سياحيه وباسعار رمزيه جدا. زي ما قلت لك ان تجربه الاقامه في بيوت الشباب تجربه ممتعه جدا، بس قبل ما تقرر انك تخوض التجربه دي في شويه حاجات لازم تاخد بالك منها كويس جدا. اولا، قراءه التقييمات الهوستلز على مواقع الحجز. النقطه دي بتعتبر مهمه جدا، لان من خلالها هتقدر تتعرف على اراء الناس اللي كانت قاعده في المكان قبلك، وتتعرف على تقييماتهم الحقيقيه ورايهم سواء بالسلبي او الايجابي عن المكان والاقامه فيه. وهتقدر تتعرف على اهم مميزات وسلبيات المكان والخدمات الاضافيه زي الواي فاي، الفطار المجاني مثلا، وغيرها من الخدمات التانيه. لما تيجي احجز ليله او 2 بالكتير قوي، وبعد كده تقدر تقرر براحتك كنت حابب تقعد في المكان وتطول المده بتاعتك، او عايز تشوف مكان تاني تقدر على ارض الواقع تنزل وتشوف باقي الهوستلز اللي موجودين في المنطقه على الطبيعه. الاقامه في الهوستلز وبيوت الشباب بتكون متنوعه من حيث عدد السراير اللي موجوده في الدورم، والدورم معناها الغرفه الكبيره اللي بيكون فيها السراير. اختار غرفه مناسبه ليك، فتاكد وانت بتعمل الحجز بتاعك انك تراجع مواصفات الغرفه بتاعتك كويس جدا من حيث حجم ومساحه الغرفه وعدد السراير اللي موجوده فيها. وما تنساش في النهايه انك تشترك في مواقع الحجز الاونلاين علشان تقدر تحصل على خصومات في كل مره بتحجز فيها. وطبعا خليك متابع الفيديو لحد النهايه علشان في نهايه الفيديو هقدم لك برومو كود خصم 25% تقدر تستخدمه في اول مره بتحجز فيها على موقع وورلد هوستلز. حافظ على اغراضك الشخصيه. اكيد طبعا كل اماكن الاقامه سواء فنادق او بيوت شباب بتكون امنه جدا، ولكن ما تنساش انت مش لوحدك، والاحتياط طبعا بيكون واجب. فحاول على قد ما تقدر انك تامن اغراضك الشخصيه وحاجاتك المهمه. ومعظم بيوت الشباب دي بتقدم لك لوكر تقدر تحط فيه حاجتك المهمه، ولكن مهم جدا تاخد معاك قفل علشان تقدر تحافظ عليها وتامنها كويس. ما تنساش تاخد معاك ادوات العنايه الشخصيه الخاصه بيك، لان معظم بيوت الشباب مش بتقدم الخدمات دي وبتكون بتكلفه اضافيه. في نهايه الفيديو ما تنساش تستخدم البرومو كود الموجود في صندوق الوصف علشان تقدر تاخد خصم في اول مره تحجز عن طريق موقع هوستل وورلد. ولو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تحكي لنا عن تجربتك في بيوت الشباب واذا كنت حبيتها ولا لا. سلام.